لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أتمان الأكملان على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وبياكم، وأسأل الله أن يجعل الجنة مأوانا ومأواكم أجمعين. رب اغفر وارحم وجد وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. الآن نأتي إلى اسم عظيم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ألا وهو اسم ماذا؟ الولي. اسم الولي، سلسلة الولي. طيب، أما سلسلة من أسماء الله الولي، المولى والولي. تمام، المولى والولي، واضح؟ المولى والولي. قال الله سبحانه وتعالى: أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي. الله هو الولي. لاحظ قول الله سبحانه وتعالى: وهو الولي الحميد وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. وهو الولي الحميد، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. واعتصموا بالله هو مولاكم، نعم المولى ونعم النصير، بل الله مولاكم. أيوة. الآن الولي والمولى معناهما واحد. الولاية نوعين: ولاية عامة وهي الملك والسيطرة والقهر والإنعام والتصرف في الكون. الله هو الولي، ما في ملك إلا الله، ما في متصرف إلا الله، ما في لهذا الكون فاعل إلا الله. لذلك شمول القدرة، شمول العلم، شمول القهر، شمول الحكم. تمام، لقول الله تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، برغم أنهم كافرين بالله، بس الله يقول: حتى لو كفرتم أنتم مقهورون لي. يعني الكافر والملحد مقهور لله، مقهور لله. نعم، أيوة. ولكن أغلب ما يرد المولى والولي في الولاية الخاصة. ما هي الولاية الخاصة اللي احنا بندور عليها؟ ما معنى الولاية الخاصة اللي احنا بندور عليها؟ هي ولاية الإكرام والإنعام والنصرة والتأييد والمحبة والرزق والإعطاء والمنح. هذه هي الولاية، هذه تخص عباده المؤمنين. العناية. الله ولي الذين آمنوا، ولي الذين آمنوا. تمام، الله ولي الذين آمنوا بل الله مولاكم. يا سلام، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا. ولينا يعني يا ناصر، ناصرنا ومؤيدنا ومسددنا ورازقنا ومانحنا. هذا هو المولى، هذا هو المولى. الله ولي الذين آمنوا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولاية خاصة. لما المشركين كانوا يقولوا: لنا العزى ولا عزى لكم، قال النبي: أجيبوه، ردوا عليه. فقال: ماذا نقول؟ قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. الله مولانا
ولا مولى لكم. يا سلام. شوف، إن الله تعالى قال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الذي يعادي ولي من أولياء الله الله سيقهره، الله سيقهره. عادى لي ولي، هذا أنا متكفل بنصرته، أنا متكفل بتأييده، أنا أحب هذا الرجل، أنا أحب، الله يحب هذا الرجل. لذلك كيف؟ فلا يجوز بحال من الأحوال إيذاء ولي من أولياء الله. إذن هذا هو المولى. لاحظ بالمناسبة، أستذكر قصة أن الزبير بن العوام رضي الله عنه كانت عليه ديون كثيرة جدا 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 جدا، فلما حضرته الوفاة: علي ديون، أنا علي ديون كثيرة جدا ما لك طاقة فيها. قولوا إذا جاءكم واحد يطلبكم فلوس قولوا: يا مولى الزبير أدي عن الزبير. نادي، قال نادي، قل: يا مولى الزبير، يا مولى الزبير أدي عن الزبير، يعني أدي الدين عنه. يا مولى الزبير أدي عن الزبير. قال فأدى، يقول عبد الله بن الزبير: قال فأدى الله عني. كان أموال طائلة تقدر بالملايين، ديون. يا مولى الزبير أدي عن الزبير. اي والله. قولوا يا مولى فلانة، يا مولى فلان، يا رب. مثلا: يا مولى طارق انصرني، يا مولاي اجبرني، يا مولاي أعطيني. كيف نفعل اسم الولي؟ الآن إذا عرفنا أن الولي هو الناصر والحافظ والرازق والمؤيد والمانح والوهاب والعاصم الذي يعصمنا، فعلوا هذا في حياتكم. قولوا يا مولاي. شوف المعنى هيك. مثلا أنت بدك شيء، أنت مظلوم، قل: يا مولاي نعم المولى ونعم النصير، بل الله مولاكم. قال: نعم المولى ونعم النصير. هو المولى، هو المولى. مثلا بدك وظيفة، قل: يا مولاي ارزقني. ما أنت مولاي، ما هو أنت حافظي وأنت نصيري وأنت إلهي وأنت اللي تعطيني. ما هو يا مولاي، إذا ما بدك تعطيني مين في مولى أروح له ثاني أصلا؟ ما في. بابك يا مولاي إذا كان مغلقا وين بدي أروح؟ تمام. مولاي إني ببابك قد مددت يدي، من لي ألوذ به إلاك يا سندي. يا سلام. مولاي إني ببابك قد مددت يدي، من لي ألوذ به إلاك يا سندي. يا مولاي. هذا فعلوه يا جماعة، هذا فعلوه في حياتكم، فعلوه في حياتكم. المولى، أنا مولاي الله، ما يهمني إذا خفت من واحد قل: الله مولانا. إذا صار عندك طمع إنك تروح تطرق باب أحد الناس قل: الله سبحانه وتعالى مولاي. ماذا أحتاج؟ ما حاجتي للخلق والله مولاي. ما حاجتي والله مولاي. ما حاجة. ما أقول لكم لماذا نفسيتي ممكن تتأذى والله مولاي؟ يكيدون لي، الله مولاي. يريدون تحطيمي، الله مولاي. يريدون إيذائي، الله مولاي. يريدون قهري، الله مولاي. مولاي. يا مولاي إني ببابك قد مددت يدي، من لي
ألوذ به إلاك يا سندي. يا رب، قولوا يا مولاي. نعم المولى، نعم المولى. شوف، نعم المولى صفة مدح. نعم المولى ونعم النصير. أصلا الله قاعد يتولاك وإنت والله ما بتدري عن نفسك. كيف يا شيخ؟ وأنت نايم مين يتولاك؟ وأنت نايم جهازك الهضمي ولا جهازك التنفسي ولا وظائف الأعضاء عندك، من الذي يشغلها سوى المولى؟ مين اللي بيشغلها؟ مش مولاك؟ طيب هو أنت طلبته؟ هل أنت طلبت إنه يا رب خلي كذا تظل شغالة، ولا أعطاك من دون ما بتطلب؟ أعطاك من دون ما تطلب. أو تظن أنه لن يتولاك وأنت قد لجأت إلى بابه؟ صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ اللهم اهدنا فيمن هديت، هذا دعاء القنوت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. يا رب تولنا فيمن توليت، تولنا فيمن توليت. يلا فهمتوا معنى المولى؟ ها، فعلوا 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 اسم المولى. يا مولاي يا مولاي، استشعر، استشعر النصرة، استشعر التأييد، استشعر الحماية، استشعر معي مولاي لا حاجتي بالآخرين. قولوا يا رب.